كريم، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت مصادر مقربة من الفنان رامز جلال وتسريبات من المقلب الجديد لرامز. كل سنة رامز جلال بيعمل تحفة فنية بإبداع في موسم شهر رمضان، بعد ما بيستعين بخبراء كل سنة عشان ينفذ فكرته بأدق التفاصيل. كل سنة برنامج رامز بيكون عليه جدل كبير قوي من الجمهور، وهل المقلب متفق مع الضيف ولا لأ، وده بيكون واضح قوي من خلال السوشيال ميديا. بدأ رامز مشوار المقالب بتاعته في سنة 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد، ولحد الآن مستمر في سنة 2021 ببرنامج رامز عقله طار. وبيواصل العمل الرمضاني الجاي ببرنامجه الجديد لعام 2022 واللي بيحمل اسم رامز فوق الحساب. هيبدأ البرنامج بأن الضيف هيتم استضافته للمغرب عشان هيتم تكريمه في حفل افتتاح كبير لفندق. هيتم استقبال الضيف من المطار وهيقعد في الفندق أول يوم عشان الموضوع يبان طبيعي. لما يروح الضيف للمكان بتاع الفندق هيتم تكريمه فعلا بالجايزة، وبعدين هيبدأ المكان يحصل فيه انفجار من بره، ودي هتكون بداية المقلب وده التمهيد بس. وبعدين هتدخل عصابة مسلحة هتبدأ بالقضاء على الأمن الموجود بعد اشتباك عنيف بينهم، وهتطلب من الموجودين 50 فرد وهتبدأ تاخدهم في عربيات. لما تخرج أفراد العصابة من المقر هتواجه الشرطة بمطاردة حقيقية في شوارع من صنع فريق العمل، وكمان هيكون في عربيات في الطريق عشان يبان للضيف انه طبيعي اكتر ومقنع اكتر. وبعدين هتنفجر عربية من عربيات العصابة وفيها رهائن من اللي اخدوهم مع الضيف. هيوصلوا مكان تم تصميمه من قبل فريق رامز نفس ديكور مسلسل سكويد جيم لعبة الحبار. هيبدأ الضيف انه يلعب اول لعبة وهي لعبة ريد لايت جرين لايت، وهيكون في وقت للعبة لو الضيف متفاعلش معاها هيكون مصيره الموت، او فريق عمل رامز هيوهموه بالموت فعلا. هيتم رمي دارتس منوم على جسم الضيف وكأنها طلق بمؤثرات صوتية. لما يصحى الضيف هيلاقي نفسه في صندوق ازاز، والعصابة في الصحراء بتتم وضع الصندوق الزجاجي في حفرة وكأن الضيف ميت بالظبط. هيبدأوا ينزلوا على الضيف شوية من رمل الصحراء، ووقتها هيطلع صوت من التابوت كأن الضيف مات بجد وبيندفن. وقتها هيقلع رامز قناعه وهيكشف للضيف ان ده مجرد مقلب مش حقيقي. الفكرة دي لو رامز جلال نفذها هتكون أصعب فكرة مقلب اتعملت في التاريخ، وهتواجه انتقادات كبيرة لأن فعلا في ممثلين ممكن ما يستحملوش الأحداث دي خالص. رامز جلال في البرنامج ده لأول مرة هيستخدم حيوان حقيقي مروع. رامز جلال استخدم قبل كده في المقالب بتاعته الأسد، بس كان مربوط بسلاسل في برنامج رامز قلب الأسد. واستخدم التعابين والخفافيش في برنامجه رامز عنخ آمون. وكمان استخدم أسماك القرش في رامز قرش البحر. واستخدم السحلية في برنامجه رامز تحت الأرض، بس كانت سحلية مش حقيقية. واستخدم الدب والنمر في رامز تحت الصفر. ورامز في الشلال استخدم الغوريلا. واستخدم في رامز مجنون رسمي الأفعى لرعب الضيف. والسنة دي الأجرأ في تاريخ مقالب رامز جلال، وهيستخدم الفهد المروض وهيكون في مواجهة مباشرة مع الضيف.
بسبب صعوبة المقلب والفكرة انتشرت أخبار كتيرة إن ده للأسف هيكون آخر مقلب لرامز جلال، لأن رامز من 2011 مش مهتم خالص بالتلفزيون وأعماله الفنية من أفلام ومسلسلات بسبب المقالب بتاعته والجهد الكبير اللي بيبذله كل سنة عشان يعمل البرنامج بتاعه. بس طبعا رامز بينجح كل سنة وبيكون موجود في كل بيت مصري وعربي في شهر رمضان من خلال برنامج المقالب الخاص بيه، وده بيعتبر نوع فني من الأعمال زي الأفلام بالظبط. ميزانية البرنامج: ميزانية رامز تحت الأرض كانت أكبر ميزانية للبرنامج في المواسم السابقة، كانت من 80 ل 100 مليون جنيه، لحد برنامج رامز جلال لسنة 2021 التي تكلفته تخطت 135 مليون جنيه. ورامز سنة 2022 أكبر تكلفة لبرامج رامز كلها على مدار 11 موسم من المقالب لرامز جلال، بتكلفة ممكن توصل ل 180 مليون جنيه من خلال الشركة الراعية للبرنامج وهي MBC مصر. طبعا كل المقالب دي بتتردى أضعاف للشركة المنتجة للبرنامج، لأن بعد انتهاء كل رمضان رامز بيتربع على عرش السينما والدراما بأعلى نسب إعلانات ومشاهدات. بالنسبة للضيوف، رامز جلال استضاف عدد من الممثلين العالميين والمحليين من داخل وخارج مصر، ومن أشهرهم كان النجم العالمي شاروخان في برنامج رامز تحت الأرض. منزلش أي أخبار عن النجوم في رامز 2022، بس كل الاستنتاجات كانت بتدل إن رامز مستضيف نجوم كتيرة من برا مصر، لأن الميزانية كبيرة جدا تخطت 180 مليون جنيه. أهم حاجة إن رامز يكون مجهز فريق طبي كامل لإسعافات الممثلين الأولية وفحصهم بعد المقلب، لأن فعلا المقلب ممكن ينتج منه أضرار نفسية للممثلين. وبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو وتدعم الفيديو على بيبال. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده. شكرا.